لا، الحكايه في الليل وفي وقت فيه الخضار. الكازيرنا كيما قبل ما يجي كي شغل وكأنها تبدلت هيئتها من بداية الرؤية لنهايتها. في البداية وكأنها كازيرنا اللي كنت فيها ندرب فيها في البواقي، وكأنني خرجت، وكأنني اترك راني رقدت في آية اللي ربما ما فهموهاش اللي كنت نحكي برك. طيب انا رقدت وهاك شوية دخلت في المنامة، والمنامة دخلت فيها الصباح، مرهقين ايامات تاع ستاج تعرف. وكأنني نشوف في روحي وكأنني نصت من النوم وخرجت، فخرجت ندور الكازيرنا تشبه للكازيرنا وما هيش الكازيرنا، وبقيت ندور طف نلقى فيها اكرمكم الله سليب ميليتير. كانت الدعوة وكأنها نظيفة، الجو هايل كذا، عاد نعمل جولة برك. بدات من ثم لونكات، بديت نونكيتي لانه السليب هذاك عاد نهزو نطيشو فيه الاخر برك من باب النظافة. رعيت على عود، رحت جبت عود وعن نهزو نطيشو فيه تاع لابوبال. حاصيلو هذا منين شفت كيما هكا نلقى الحكاية مسخة، نحسب فيه وسخ، نحسب فيه واحد كك على روحه، ومن بعد لبسوا دار بيه مش عارف انا يعفن فيه سمانه والله واش كان، ومن بعد طيشوا لانه كش ما عنده واحد من لابيمون يجيب له ولا باش يبدل. ف منين عاد نطيش سما اقول في داخلي وكانني سبيت، عاد نهزو بعد نلقى الضربه مش من اللورا، الحكايه من القدام. طبعا ربما شايف السليب ميتر كيفاش داير. منين ضربت هذاك وش قلت انا لابسو مقلب، هذا لابسو بالمعكوس يعني ما يحب لك باش تلبسو، تبان تشخميطه من قدام هكا ماهيش حكايه. لكنه كي ثبت لقيتها باللي ماهيش وسخ. ثم عطيت لها طبعا شويه تحليل وش يقدر يكون نلقاه الحقيقه دم معفن. سما واحد كان مريض بلافير وبدا هاو دم، ربما قيح ايضا، ربما كذا. طف 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 لانه استغفر الله اللي نوضني وكانه الشيء اللي نوضني من الفراش هو صوت صراخ عياط تاع واحد يا ما خلانيش نرقد. يا ودي يسكت علينا، وكأنني في الفراش ونقول يا ودي يسكت، ما حبش يسكت. هيا قلت لازمتني نوض له ونخرج له، لكنه نايض وخارج مانيش بالكومبا، بقى ندوره بقميص حجازي مانيش عارف واش راني داير على راسي ولا لا ما على باليش بصح. وكأنني هذه نتولى له غير كي نمد ايدي لانني مش مركز في اللبسه. انا مع فتحت الباب قد نتاع الشالي لانه كشغل اونغار دايرين دي زونغار وحبس. هذا هو اللي هنا يعني حتى خرجت، حتى نوضتني من الفراش وخرجت. وش هي المصيبه الكحله هذه؟ وعاودت رجعت هذه قبل الحكايه تاع نخرج ونشوف هذاك ونفهم الحكايه تاعو واش راهي بيها، وقبل ما يجي الشيطان. هو سكت رجعت انا باش نرقد، انا حطيت راسي قد وبدات لاليرت فليشه. خرجت قلت نروح حتى نلقاه، قال ودي حبه سعيد. لقيت صاحبه مش هو كي شغل بنين واحد البراكه هكا او لداخل وهو يساطر، وصاحبه هاو خارج كي شغل يحوس على حاجه وغيبت له وش يحوس. لكنني كي شفته وكأنني عرفته، نعرفه ويعرفني. بعد قربت له قلت وش كاين هذا؟ ما هو جاي يجري باش ما يخلينيش نقدم ونشوف. قلت له وش كاين هذا؟ قالوا صاحبي مريض برك وكذا وسامحونا لا ديرونجيناكم وكذا باش يبرد الحكايه. قلت له هو ما واش مخلينا نرقدوا يا صاحبي. قال لي ذوك عليا هذه، قال لي غير نروح ما تدوخش راسك غير روح، هو باش يخليني نروح برك ما نروحش واش نشوف واش كاين. قال لي عليا وذوك يسكت وما عادش يدير. مالا قلت له روح دير لها بابراي خلينا نرقدوا شويه.
الواحد قلت له صبح خدام وكذا. تروحت انا عن نحط راسي قد نوض، عاود دخلت للشالي عن نحط راسي قد ناط طلعت. قلت له هذه ما فيهاش بعد. عاود خرجت رحت لهم نلقاه خارج مع رحت له قد قال ودي سامحونا راه ما نجمش وراه كذا ودرك نروحوا من هنا خلاص. قال لي طفك شويه خرج هو وياه بالذراع يمشي. طاف والاخر يساعد فيه وحايرين حاير عليه صح. يعني من خلال حتى الرؤيه هذه المنافقين يحيروا على الدجال ويضربوا عليه باسمته، لانه هذا اللي قلت لك لانه حتى كيناض هذاك الهيكل تاع بعد ما ركب الشيطان في الجثه كيناض بهذاك الهيئه الوسيمه وكذا. جا ناض حبه نورمال هذاك البوشيه قدك موس كانت في صدره ينحاها دل هك طيشها من هي وجا يمشي حبه حتى نلحق عندنا. ضرب على كتاف اللي كان حدايا، ما هو على اليمين تاعي انا قبضته منه، ضرب على كتافه قال له اني على بالي باللي راك صاحبي. وجا هكا حدايا وكانه كاين ضوء كيما هذا شيء ضوء مدور كبير وعلى علو تاع واحد المترتين ولا مترتين ونص، وكانه كولوار هكا مترتين ثاني تاع جر منا وجر منا دوك تاع اللي يقصوهم يلقموهم يتولي كي شغل حيط اخضر، ولكنه عاليين واحد 2 مترات ولا مش متر ولا متر ونص واحد المهم اكثر من 2 مترات. ومن بعد وقف كيما هكا ما بيني وبينه هالمسافه بالكثير متر بالكثير هك العين نقول في العين، ولكنه هو اوطى مني واقصر مني. قلت حددت طوله باللي راهو 1.70 متر بالضبط، ما يزيد ما ينقص سنتيم. هذا السي المسيح الدجال وسيم معتدل مليان هو في الجسد نتاعو هك مليان، ومن الجور الشغل المدحدح ماهوش باين عليه مضاء ولا كتافو عراض ولا يعرضوا شويه كما هكا، ولكنه يدوروا لانه ملحم مش سمين ماهوش خشين مليان مش كيما حالتي هكا ولكنه ماهوش مبزبز الحم مرخوف هذاك هكا عرض بلا ما كان والو، لا شغل وسامه بعد في الجسد وامتلاء وتناسق. غير عنه عينه اليمنى هذه عينه هذه مقفوله وجايك شغل متوسطه ما هي داخله ما هي خارجه ومقفوله فقط حتى شفارو بانوا وكانها راقد هك. عينه هذه اللي مفتوحه وفي المم نتاع عينه هذا خارج فيه نتوء هك زايد قدك وخضره تقولها تخمه نتاع واحد مبركل. باقي واقف ويخزر فيا هك وانا نخزر فيه بدي الاولى نخزر خزره تاع قرايه تاع وعاره بعد تاع راني مهيئ لك لاي شيء، بالعكس قلت راني قابض روحي شد روحي حتى ما نتهجمش عليه لانني كنت ناوي عليه بعد، لكنه ما حرك حتى سكنه حتى هذيك قراها فيا على هذيك ما حب صبعه ما هزوش، وانا اصلا كنت ناوي له كان يهز ايده هك ننفضه. طبعا مانيش هنا نقول لك باللي راني واعر ولا اتركها اضرب بكفاءتي وبسرعتي واصلا هيأت روحي ليها، لكنه قاعد هادي واحد 5 دقائق كذا. من بعد ما قال لي ما قلت له هذا نتاعو او شعره قصير قد هكا موش قد هكا فيه تجاعد من اللي شعرهم شغل يكريبي ليه وهذو هنايا فارغين وعنده جبهته ثاني عريضه وهو راسه رايح الاستطاله هك، وهنا الذق نتاعو عريضه فيها العرض، لكنه متناسق في الملامح نتاعو ليفو لاباس بيه في رايح الكبر هكا وطويل ماهوش محشوش ولا صغير ولا شواربو ثاني متوسطين معتدل
فيه وسامة، ولكنه محفف. نعم محفف مرازي المسطاش ولا اللحية. طبعا هذه تقدر تتبدل في الواقع، يقدر يكون باللحية وبالمسطاش، لكنه في المنام شفته مرازي. ايه ومعهوش من الجور اللي عنده الشعر اللي هنا في رقبته، شعره الشغل وكأنه من اللي متحوفين، حتى كان يخلي اللحية تكون متحوفة. ايه رقبته متوسطة، ما هي خشينة ما هي ضعيفة، ما هي طويلة ما هي قصيرة، كلش متوسط فيه، ويعطيك انطباع تاع واحد عند روحه ثانية، لكنه عند روحه ذاك في الجسد اللي أقوى من الجسد، القوة اللي عنده دخلانية، الماركة تاعو هذا قوة دخلانية. من بعد دار وراح يمشي في الكولوار هذاك، طبعا اني كيما قلت له راح عاود راح يمشي كيما هكا، ضرب واحد 8 مترات هكذاك، 8 10. الكولوار هذا اللي راهو رايح هكا من خضار ومن خضار، كي بعد ما يلحق ل 8 مترات يدور كولوار منه وكولوار منه، لانه كاين حيط واحد اخر اخضر كيما هذا، كيما باش الجر مقابل دايرتي هاك، راح على اليمين. طبعا هذه عندها وش يقابلها في كلام سيدنا النبي، لكنه بعد ما دار وأمنت أنه ماهوش عاد يولي بسرعة، ما تكفيه السرعة حتى كان ينوي، وحتى لو كان ندور، حتى لو كان ينوي ويجي بسرعة نتفطن له، لأنني داير أليرت في الحواس نتاعي. خلاص ما عادش عنده الوقت يكفيه نمرق له وندور له وناخذ إجراءاتي ونطاكي نتهجم، ثم ما عادش كاينه منه خشية. بديت هذه الشخصية وكأنني شايف، كأنني نعرفها الأوصاف هذه، مش شايفها لكنني نعرفها. بديت طلع هذا مش المسيح الدجال؟ المسيح الدجال أعور كذا طاف، ولكني شغل تفكرت الرواية اللي تقول في جبينه كافر، جبينه كافر، وانا في النوم وندير هك، نص عليها في الواقع مداير كيما هك. كيفاه ما انتبهتش لهذه؟ كيفاش ما انتبهتش باللي راهو المسيح الدجال؟ لو كان جيت واثق يعني باللي راهو هو، يعني على بالي باللي راهو عاد يكون هو، هذه كنت ما نطلقوش بعد، ما نخليش يروح اصلا، ما نخليش يتم وقفته، ما يجي يتحرك يلحق عندي لهنايا، نكون اللي كنت موجودهم له نسربيهم له، ومن بعد واش كان يكون طبعا ما طالناش فيها. نص مغيوظ كيفاش ما ضربتوش حتى بكف. ومن بعد عييت نتفكر او في جبينه كافر، بصح قلت انا ما شفتهاش حقيقة كافرة، لكنه مؤخرا كاينه واحد الفكرة، يعني طبعا طرحت هذه المسألة عندها 1.5 عام ولا 3 سنين، قلت احتمال باللي راهو لعل في البداية، لعل وعسى في البداية ما تكونش مكتوبة حتى يدعي الألوهية، نعاد يقولوا بها الآن. اني قلت لكم راهو زين، من زين راهو زين، باش ما تغروش ولا تستناو انكم تلقاو واحد مشوه ولا، الملامح مريقله بعد، وحتى في احنا كيما نقولوا زين ونقولوا مسرار، يعني الجلد نتاع اللحم هذا تاع وجهه وتاع رقبته وتاع كذا مكسل مطوندي بعد، يعني املس، ما هو مقعر ما هو محبب، املس الان فيه هكا تاع سر، وهذيك اللي تدير له شويه جاذبيه. شفتوا في المنام ما شفتوش في الواقع، في الواقع اصلا مازال مركبش. شفت كيفاش حتى يتركب هو ما بين انسي وجني، مش جني، شيطان بعد، الشيطان هذاك جات كتله تاع نار هك، لنفترض هذا الشرط، نفترض راكم انتم في الشمال وانا راني هنا، فجت من كتله تاع ما في الليل، كتله تاع لهب وكانها مذنب من بعيد، كانت كي شغل نقطه وبدات تكبر 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 حتى لحقت العد، مع قربت ولات ملفته،
على بعد 50 متر 100 متر مع السرعة اللي راهي جاية بها انتبهت فصديت، التفت حتى لحقت هكا على بعد ماهوش كبير، 3 مترات 4 بالك تزيد شوية حتى 7 مترات، لكنها مع لحقت عملت دورة هكا على الجثة. ووقف او حبست عند على بعد هكا 3 مترات وطالع على الارض من رجليه 3 مترات، من رجليه مترتين، لنقل من رجليه مترتين او اقل شويه، ربما طالع بمتر ونص، والباقي الفوق فوق في هذه في الهواء برك. ونشوف فيه كما قلت عريان كما جابته امه، لكنه هذاك هو الشيطان. بعد ما وقف، بعد ما حبست الكتله هذيك، بدا يتفصل. في البدايه الحركه نتاعو ماهيش بالطول هذاك، لا كي شغل كتله تاع لهيب. اما هو وقف قد وهو بدا يتكون الهيكل تاعو كيما تاع بنادم. زايد عليه بالتفاصيل المغايره، عنده مخالب، ما عندوش اظفار كيما حالتنا في يديه وفي رجليه. العدد تاع صباعه في الغالب يا 3 يا 2 من هنايا، يا 3، ما عندوش 5. وهذه كاينه خلينها. والشعر ديك مداير وكي شغل عنده واحد بلاصانات امن هنا، بلاصانات امن هنا. النتوء كاين في هذه في جهه شحمه الوزنين، وين كان شحمه الوزنين عريضه، عندهم النتوء لهنايا. وعنده نتوء من خارج من قدمه. وفي الغالب ما عندوش عوره. وعنده تاع الصدر هذا كيما هكا تاع الروس تاع البزازل وكذا. الهيئه تاع انسان، اضافه الى الذيل بحكم انه هو مقابلني، راني نشوف فيه مقابل، راني نشوف فيه يلعب، لكنه هذاك يعطيك انطباع انه طويل اصلا. الذيل وحده في واحد مترتين في الهيئه، قد طول بنادم او طول بنادم طويل، ماهوش بنادم قصير. يعني لنقول الجسد هذاك اللي كيما واقف كيما هكا، وهو كي شغل من تحته الفوق راسه حوالي 180 او تزيد شعره. ماهوش من 3 مترات اكثر، ماهوش من العباد اللي هيئه عباد القصار، لا حوالي 180. لنقول لانني ما ركزتش في عدو، قاعد اني نعطي لها وهي، هذا مش واقف قدامي كيما البقيه اللي عطيت بالسنتيم. ما بين 180 بالك كان طال ما يلحقش 90، حوالي 185. وقلت عنده زوج قرون لهنايا، والطول تاعهم ما يتعداش 5-7 سنتيم، وشعره اشعث مخبل وطويل، ماهوش طويل ياسر ولكنه اشعث هكاك شغل مداير قفه، وماهوش كثيف هكا، ولكنه ماهوش مرتب، ماهوش. ربما كاينين اللي تشوفوا صورهم في بعض الافلام عنده شعر بصح في راسه، ماهوش اصلع. وعنده ثاني حده لهنايا، وعنده شعرتين خارجين من ذقنه، شعرتين منه وشعرتين منه، والمسطاش ما عندوش لانه هنايا اسلم كيما تاع الاسد، وعنده شعرتين منه وشعرتين منه كيما تاع القطه هاك، شعرتين ما همش قال كتله لا باس بها من الشعر اللي نحضرها، لا شعرتين برك، 3 4 ماهيش حاجه، منه وثلاثه منه وثلاثه منه وثلاثه منه، تقريبا 3 4 5 بالكثير 7. المهم تقدر تحسبهم. ومع الشعر هاو في الجسد نتاعو كي شغل نقاط، ماهوش كثيف وماهوش امرد، خلاص كاين شويه شعر. هذه هي الكاينه. ويعجبك في ذيلو فيه تريونغل هذاك في لافان تاعو في النهايه تاعو. انا نقول باللي راهم كاينين من البنادم اللي شافوه في الواقع بعد بصفته الحقيقيه، والا ما كانوش يعرفوا له الهيئه بالضبط وش هي. طبعا ركب في هذاك الجسد الميت ومضات الامور.
شفتوا شيطان بعد جاي راكب في جاي عاد يركب في الجثه، وركب في جثه تاع واحد قاتل روحه، اصلا اللي قاتل روحه هذاك قتل روحه وطاح قدامي وقاعد نتفرج فيه نستنى فيه باش ما يحصلش صاحبه، مو صاحبي انا، صاحبه هو، لانني قلت له راني هنا غير ما تدوخش راسك، ما حبيتش نتصرف وما حبيت نتوشي والو وباش نمنعه، وصاحبه هذاك منافق، لكنني اعطيت له كلمه، انا راعيت لكلمتي ما راعيتلوش لشخصيته هو، حتى باش ما يذوهش هو كشخص، لا يعودوا يتهموه فيه لانه يعرفوه باللي راهو هو اللي ديما معاه، يقول لك لعل وعسى هو اللي قتله. هذه اللي كانت نيتي حتى في الرؤيا، وانا على بالي باللي صدقوني الوضع كيفاه الله اعلم، لكنه واثق بالعقليه كما راكم تشوفوا. وهذه الحكايه راهي من 97 لنقول من مارس 97 هكذاك. ونشوف الشيطان ها هو راهو ريحنا طكيه ما طف دخل في الجثه، ومن بعد كي ناض هذاك درقته باش ما يتنساش قلت له بعد ريح، راح لصاحبه يا ودي، قلت له ريح وش من صاحبك استنى حتى نشوفه واش عاد ينظرنا، قلت له من هنا. اصلا على بالي باللي اللي دخل فيه شيطان، واصلا هو السيد هذاك على بالي به كان شر، لانني كنت نراقب فيه اصلا من قبل. يا اخي حكيت الرؤيا كامل لاني ما حكيتها هنا في هذا البث، ما حكيتهاش كامل، اما في الاخر لانني على بالي به مرادمي ما خلى حتى شي ما داروش، وعلى بالي به باللي الدلمانه حاش الكاينه، وهذيك هي السبه اللي خلت المرض يقوى عليه وفي نهايه المطاف حتى الشخصيه القديمه كان شخصيه شجاعه الحقيقه، قتل روحه، كان شجاع في تنفيذ افعاله الدنيئه، وكان شجاع في انهاء حياته. على هذيك عجب شوشو بالهيكل الابليسي، الشياطين ربما وراهم انواع واشكال لكنه هذا بالهيكل الابليسي، عنده الزجرون من هنا ماهيش من هنا وهذو وذنيه هك مطوندين كيما تاع الكوسموس هذوك، ونيفو مداير عنده فلقه لهنايا، وهذه الشفه تاعو كي شغل تاع قط ولا تاع صيد، العينين كيما تاع القط ولكنهم حمر، احمر على اكحل، وين كاين الابيض هاو احمر دم بعد دم، وين كاين الاخر وهكا في الفتحه تاع المقله هذيك كاين الاخر فتحه تاع قط هك ماهيش مدوره. دجال قلت لك راهو ثابت كي قابل ثابت بعد، وما تقول نخلعه ماهوش من الجور اللي تخلع او اللي يخلع، في ماشي في وقفته وقف وكأنه معرق في الارض، وكي يروح يمشي حبه مشي واثق جدا ثاني، مش حتى واثق جدا. مسيح الدجال ماهوش لعبه طول، بعد يخرج من غضبة يغضبه، هذه كاينه تاع يخرج من غضبة يغضبه، على حسب الرؤيا الغضبة اللي غضبها الانسي فقتل روحه، فهذيك خرج يسمى استدعى هنا الروح الشيطانيه، لانه في الغالب حتى الانسي هذاك حتى قبل ما يجي الشيطان بلا الشق الشيطاني، الانسي هذاك عنده الروح الدجاليه، الروح تاع الدجاجله الكبار هذو، اما الدجاجله بروح انسيه زاد وكبر، زاد من اب وام ونورمال وعاش، لكنه عاش حياه مش طبيعيه. هذه اكيد على الشخصيه الانسيه قبل ما يقتل روحه، فضل قبل ما يركب فيه ايضا الشيطان، اكيد عنده امكانيات عاليه. اما المسيح الدجال فعنده امكانيات وكأنها ربوبيه، الا انه عمل لها سيدنا النبي ما خلاش مفتوحه، عمل لها وقف. لما سألوه قالوا له يا رسول الله، قال له رانا سمعنا باللي راهو ينشر الخبز، وكأنه القوت يولي بإيده، الرزق يولي بإيده. قال لهم خسئ، هو أهون على الله من ذلك أنه يمد له رزق العباد يخليه بإيده.
اعتقد ذلك، لانه فركن حنا نروحوا الحقائق هذه ما ندوهاش غير هضره هكا اعتباطيه. ربما انا كنت نقدر على شيء كنت نربطها بالمنامه ونقول لك انايا هذاك ما يكون غير بليس هو اللي ركب وبعد كي يجي المسيح عيسى عليه السلام يفلطي، لكنه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وبارك انه حميد المجيد قال يقتل هذاك المسيح الدجال، يقتله مش يقتل فيه غير البدن، الجثه اللي كانت اصلا ميته، لا يعني حتى الشيطان هذاك ويقتله مع الجسد هذاك يفنيهم. هذا يعطيك انطباع انه شخصيه وحده، هو شخصيه شيطانيه، وفي الغالب راهو كما يسموه الابن الاكبر لابليس. اما ابليس بعد الدجال او كاين ويخدم في خدمته، لانه اللي عاد يقتل ابليس